يا مساء الفل او صباح الفل ايا كان بتسمع المحاضرة دي امتى. ودلوقتي وصلنا للمحاضرة التالتة في المادة المفترية الا وهي الاسكس. هي مش مفترية ولا حاجة، انت اللي مفتري يا عم وانت اللي ما بتذاكرش. انت تقول لي بديت تهزيج من دلوقتي يا عم، استحملني. دي مادة بتتشيل اصلا بس مش هخليك تشيلها. يلا نبدأ على طول من غير اي كتير. عندنا برضو في المحاضرة دي عندنا 13 عنوان رئيسي. كل عنوان رئيسي هقول لك المصطلح بالانجلش وترجمته عربي، وهقرا لك العربي وهشرحه لك زي المحاضرة اللي فاتت بالظبط واحسن كمان. طيب يلا نبدأ، يلا بينا. اول حاجة عندي who is a professional، يعني ايه؟ مين هو؟ مين هو المحترف؟ مين هو الشخص المحترف ده؟ المحترف ده شخص بيمتلك معرفة متخصصة وتعليما متقدما، يعني عنده معرفة متخصصة ومتقدم، يعني تعليميا متقدم. طيب المحترفين دول منهم يقومون بعمل فكري يحتاج إلى حكم وتفكير وإبداع. يعني هو قبل ما بيشتغل بيده بيفكر كويس. ده المحترف البروفيشنال. وأتوقع بشدة كمان في الفاينل وش هتقول لك يعني إيه بروفيشنال، واحد بروفيشنال. فهتضطر انت تكتب التعريفين دول، واعتقد اجيبه مقالي او ام سي كيو على حسب. المهم انت فاهم هتعرف تعبر. طيب طب ما تختصر لي الكلام ده يا عم اللي انت قلته بسرعه. مين هو المعترف؟ قلت لك البروفيشنال ده مش اي واحد شغال. مش اي واحد شغال يبقى مش اي واحد شغال يبقى بروفيشنال. ليه؟ في فرق كبير. يعني مثلا اقول لك واحد بيشتغل وواحد بيحترف. يعني ايه واحد؟ يعني واحد بيشتغل وواحد بيحترف. يعني بص، المحترف ده دارس، فاهم، بيستخدم عقله زي ما قلت لك قبل ايده. يعني قبل ما بيستخدم ايده بيشتغل بيفكر. طيب شغله تفكير تحليل قرارات. يعني مش شغل اوتوماتيك كده وخلاص. يعني مش، يعني مثلا مش كل واحد مش فاكر يعني مش كل واحد لابس سماعة مثلا وبيبص على شاشة يبقى محترف. لا، الاحتراف عقل قبل ما يكون وظيفة. يعني لما تكون محترف لازم يكون عندك عقل وتفكير قبل ما بتعمل الحاجة. طيب مثال بسيط بس كده عشان نكون هنا الحاجة دي، لأن المحترف مهم. يا سيدي مثلا المهندس اللي هو أنت مهندس يعني، المهندس الدكتور المحاسب أي وظيفة في الدنيا دراسة طويلة. احنا كحسابات 4 سنين اهو. قرارات مصيرية، هتاخد في حياتك قرارات مصيرية. لو غلطة منهم بس هتديك في مصيبة. فتمام يعني كده. يعني ايه محترف؟ فل. خلصنا اولاد ايه بالسهولة دي؟ هي بالسهولة دي. تعالى بقى نخش على الار اي تي وركرز بروفيشنالز. يعني ايه؟ هل العاملين في الاي تي محترفين؟ اهو. هل ده سؤال، هل العاملين في الاي تي محترفين؟ اقول لك طبقا للقوانين الامريكيه يجب ان يحقق المحترف 4 معايير. ايه هما ال4 معايير؟ هقولهم لك، ومش مكتوبين في البي دي اف بس انا عايزك تكتبهم ورايا. يعني دي غلطه مطبوعيه بس منسيه مني. طب هقول لك ال4 معايير دلوقتي بس اكمل لك. الكثير من العاملين في مجال التكنولوجيا المعلومات يحققون هذه المعايير اللي هم ال4 دول، لكنهم غير معترف بهم قانونيا كمحترفين لعدم وجود ترخيص. يبقى هل العاملين في الاي تي محترفين؟ اقول لك في ناس محترفه بس معهاش ترخيص فيعتبر غير معترف بيها. يعني طب انت حكيت لي الدنيا، تعالى الخص لك الدنيا. في امريكا قلت لك المحترف لازم يكون عنده 4 معايير. إيه هما؟ علم، ابداع، قرارات، شغل ذهني. اكتبهم ورايا: علم، ابداع، قرارات، شغل ذهني. اكتبهم عربي وبترجمهم انجليش: علم، ابداع، قرارات، شغل ذهني. علم، ابداع، قرارات، شغل ذهني. طيب كتير من الناس في الاي تي عندهم ده كله بس مش مرخصين قانونيا. يعني ايه محترف شغل؟ يعني بص، فيلسوف محترف في الشغل بس مش محترف قانوني. يعني ايه مش محترف قانوني؟ يعني اقول لك مثلا واحد بيسوق عربيه، وبص يعني بيسوق عربيه ماهر جدا، يعني سواق بس معهوش رخصة. ده مش معترف بيه. ده يعني ايه؟ ار اي تي وركرز بروفيشنالز. سهلة وربنا سهلة. طب تعالى رقم 3، الكارتيريا اوف ا بروفيشنال. يعني ايه الكارتيريا اوف بروفيشنال؟ يعني المعايير بتاع المحترف دي. المعايير بتاعته لازم تكون ايه؟ يكون عنده معرفة متقدمة يتم اكتسابها. يا ما هو عشان يبقى عنده معايير محترف، المعايير المحترف ده يجيبها منين؟ لازم يكون عنده معرفة متقدمة وبيكتسبها
من خلال دراسة طويلة ومتخصصة كمان، يعني مش دراسة طويلة بس، لا دراسة متخصصة في المجال اللي هو فيه. طيب، يكون عنده عمل إبداعي أصلي وغير تقليدي، يعني العمل اللي بيعمله ده عمله هو، مش بيقلد حد أو سرق المحتوى من حد. تمام. استخدام مستمر للحكم والتقدير في اتخاذ القرارات. هفهمك يعني ايه ده الكلام ده. عمل فكري نتائجه غير ثابتة ولا يمكن توحيدها. طيب هتقولي انت بتوع اصبر. طيب المفاتيح بتاعتي هنا: الادفانسد نوليدج معرفة متقدمة، والكرييتيف وورك عمل ابداعي، والجادجمنت حكم وتقدير. دي التلات حاجات بتاعها، هقولهم لك تاني. تعالى يا عمنا، تعالى تعالى تعالى. هقول لك، انا قلت لك معايير المحترف، الكريتيريا اوف بروفيشنال. عشان اقول لك عليك محترف لازم عندك على الاقل 3 او 4 حاجات. ايه هما؟ advanced knowledge. advanced knowledge معرفة متقدمة، مش كورس يوتيوب وخلاص كده تقول انا بقيت محترف، لا، لازم تكون دارس وعندك خبرة وفاهم وبتعرف تطبق الحاجة دي باحترافية. طيب، كرييتيف وورك لازم يكون عندك ابداع، مش شغل ناس خلاص كده. هو الكرييتيف وورك عمل ابداعي، مش شغل ناس خلاص وتقول لي انا محترف، لا، احنا هنزيد. طب الجادجمنت لازم يكون عندي، هو جادجمنت يعني يكون عندي حكم وتقدير، يعني تعرف تمشي امتى، توقف امتى، تغير امتى، تعمل. تمام. والشغل الذهني اللي قلنا عليه. تمام. يبقى آه اقدر اقول لك ان المحترف يعني ما عندوش يعني ما عندوش زرار مثلا اسمه اشتغل على طول، لا، هو لازم عنده عقل بيفكر، يعني بيفكر الاول، بعد كده بيبدأ يطبق عمليا. عرفت بقى ليه محترف محترف بقى؟ طيب تعالى الرقم 4: the evolving professional servers industry. يعني ايه اللي انت قلته ده كله؟ انا مش فاهم لك حاجه. لا، تطور قطاع الخدمات المهنيه، تطور قطاع الخدمات المهنيه. يعني ايه برضو قطاع الخدمات المهنيه ده؟ يشهد تغيرات سريعه. هناك 7 قوى تعيد تشكيل هذا القطاع. اللي يهمني في النقطه دي ال7 قوى اللي بتعيد تشكيل هذا القطاع. يبقى آه تطور قطاع الخدمات المهنيه. آه هقول لك يعني مثلا لو العميل ساكت، ده زمان زمان كان العميل بيسكت والخبير هو دايما على صح. لكن دلوقتي انت كعميل انت فاهم كويس، بتسأل، بتراجع. الدنيا وقت اتغيرت غير زمان، فالشغلانة برضو لازم تتغير. طيب تعالى قولي السيفن فورسز affecting in industry. يعني سبع قوى، 7 قوى بتغير المجال بتاعي. ايه هما 7؟ هقول لك. اول حاجه التطور، وعي العملاء وزياده مطالبهم، الكلاينت السوفيستيكيشن. دي اول حاجه. طيب رقم 2 الجافرنس. الرقابه، الحكومه اقوى وزياده الرقابه وقله الثقه. طيب بعد كده الكونكتيفيتي، اتصال عالمي وسريع وسهل، مهمين جدا دول السيفن، دول السيفن فورسز affecting in industry، مهمين جدا. ال7 دول مهمين جدا، احنا قلنا 2. بعد كده الكونكتيفيتي، اتصال عالمي وسريع وسهل. طيب الترانسبيرنسي، الشفافية، توقع المتابعة المستمرة. المودولاريزيشن، تقسيم الأعمال وإمكانية الاستعانة بمصادر خارجية. والجلوباليزيشن، المنافسة العالمية. تمام. بعد كده الكوموديزيشن، تحويل الخدمات الأساسية إلى سلع تعتمد على ال7 دول أنا عايزك تحفظهم زي اسمك، مهمين جدا. أقولهم لك تاني: الكلاينت سوبستيكيشن، اللي هي العميل بقى مثقف بيفهم وبيحاسب. رقم 2 الجافرنس. الجافرنس يعني ايه؟ رقابة اكتر وثقة اقل. طيب الكونكتيفيتي يعني ايه باختصار؟ كونكتيفيتي العالم كله بقى متصل اونلاين. رقم 4 الترانسبيرنسي، يعني تقسيم الشغل وندي حق، يعني نقسم شغلنا. الجلوباليزيشن، منافسك ممكن يبقى في الدول الأوروبية وانت في مصر والكلام ده، يعني المنافسة. طيب الكوموديزيشن اللي هي بالتحويل الخدمة الأساسية إلى سلعة تعتمد على السعر. يعني الخدمة الأساسية بشوف مين الأرخص. يعني مثلا ايه؟ الملخص اللي مش هيطور نفسه السوق مش هيشيله يعني هيشيله من غير ما يستأذن منه. يعني انت مش مطور من نفسك، مستني تكون في حتة تانية في السوق؟ لا طبعا. بس يا سيدي تعال نخش على رقم 6: البروفيشنال ريليشن شيب ان اي تي.
البروفيشنال ريليشن شيب ان اي تي، يعني العلاقة المهنية، العلاقة المهنية في الاي تي، العلاقة المهنية في الاي تي. محترف تكنولوجيا المعلومات يتعاملون مع علاقات متعددة. هي العلاقات المتعددة دي أصحاب العمل والعملاء والموردين والزملاء والمستخدمين والمجتمع. فاوريدي المحترف الاي تي ده بيتعامل، المحترف الاي تي ده بيتعامل مع ايه؟ مع مدير، مع عميل، مع زميل، مع مورد، مع المستخدمين، مع المجتمع. يعني اي غلطة، اي غلطة، اي غلطة من دول، آه اي غلطة من دول، يعني اي غلطة، هو مش هيضر شخص واحد بس، لا هو بيتأثر على دايرة كبيرة. مش شخص واحد بس، هيأثر على دايرة ايه كبيرة، لان هو بص بيقول لك بيتعامل مع مدير، مع عميل، مع صاحب عمل، مع مستخدم، مع مجتمع. يعني هنا اي غلطة مش يأثر على شخص واحد، لا ده بيأثر على المجتمع ككل، او بيأثر على دايرة كبيرة من اللي هو بيتعامل معاهم كلهم. طيب تعالى الاي تي workers and employers. يعني ايه اي تي workers and employers؟ هتقول لي اللي هو العاملين في الاي تي، العاملين في الاي تي واصحاب العمل. هتقول لي لازم يكون في اتفاقات واضحة بينهم حول المسؤوليات والتوقعات، ولازم القضايا الأخلاقية تشمل قرصنة البرامج والإبلاغ عن المخالفات. يعني لو في حاجة غلط في القرصنة أو مخالفات لازم نبلغ عنها، اللي هو إيه السوفت وير بايرسي، قرصنة البرامج والإبلاغ عن المخالفات. طيب ما تقول لي، ما تختصرهم لي طيب في اللي انت فاهمه. اقول لك لازم يبقى فيه اتفاق واضح، اتفاق، حقوق واجبات اهو، مسؤوليات وتوقعات. لازم يكون عندي اتفاق واضح، حقوق، واجبات. يعني مش اشتغل وخلاص وبعدين نشوف النتيجة، لا 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 لا، لازم يكون عندي اتفاق واضح، حقوق، واجبات. اتفاق واضح، حقوق، واجبات. يعني مش اشتغل وخلاص وبعدين نشوف النتيجة، لا 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 لا، لازم يكون عندي اتفاق واضح. طيب القضايا الأخلاقية هنا عندي ممكن تحصل في ايه اللي قلناهم؟ القرصنة البرامج، يعني لما تنسخ برامج ده بيسمى سرقة. طيب لما تبلغ عن غلط كبير، ما هو انت لو شفت غلط وما بلغتش عليه، في مثل بيقولك السكوت عن الغلط انت كده مشارك فيه. فكده لازم تبقى يكون اتفاقيات واضحة عن الإبلاغ عن المخالفات. رقم 8، يلا بينا. رقم 8، الاي تي workers and clients. يعني ايه؟ يعني العاملين في الاي تي والعملاء، كلاينتس يعني العملاء. يعني العاملين في الاي تي والعملاء ايه علاقتهم ببعض؟ العلاقة تعتمد على العقود والثقة. يعني علاقة عقد وثقة بيني وبينك، بين العميل وبين العامل، يعني بين العملاء والعاملين في الاي تي. طيب تظهر مشكلة اخلاقية بسبب ايه؟ تضارب المصالح. يعني مثلا لو عندي واحد عايز يعمل مصلحة، فهتلاقي مشاكل ظهرت والتقارير غير صحيحة. طيب يعني ايه برضو يا عمي؟ قول لي الزبدة بتاعتها ايه العلاقة بين العلاقة بينهم هنا؟ قلت لك عقد، عقد وثقة. طيب ايه الممنوع اللي احنا متفقين عليه؟ ما يكونش في تضارب مصالح، تقارير مضروبة. يعني في ورق مضروب. يعني ايه؟ مثلا اقول لك واحد بيقول للعميل، بيقول له ان السيستم تمام، وهو نفسه الواحد ده، نفس الشخص ده، عارف ان السيستم تعبان، وبيقول للعميل ان السيستم تمام. ده اسمه ايه؟ ده اسمه خيانة مهنية، ده غير متفق عليه. تمام. تعالى رقم 9 يا سيدي. اي تي بروجكت تشالنجز. اي تي بروجكت تشالنجز يعني ايه برضو؟ يعني تحديات مشاريع الاي تي، تحديات مشاريع الاي تي. تغيير نطاق المشروع قد يؤثر على نجاحه. يعني ايه تغيير نطاق المشروع قد يؤثر على نجاحه؟ يعني العميل بيغير الطلبات بتاعته فده بيأثر على نجاح المشروع. طيب ضعف التواصل يؤدي الى عدم تحقيق التوقعات. يعني التواصل بيكون سيء. اخفاء معلومات، دي مهمة جدا بقى، اخفاء معلومات مهمة يعجل تنفيذ المشروع. يعني انت بتخفي عليا معلومات مستخبية، النتيجة هنا لما تخفي انت لما تخفي عني معلومات مهمة، المشروع هيكون ايه؟ اول حاجة المشروع هيتأخر، المشروع هيبقى اغلى، وشكله هيبقى وحش في الاخر. ده يعني ايه اي تي بروجكت تشالنجز؟ يعني تحديات مشاريع الاي تي. تعالى لرقم 10، الاي تي وركرز اند السبلايزر، او السبلاي، ايوه سبلاي. تمام. العاملين في الاي تي والموردين. طب العلاقة الجيدة تشجع التعاون والابتكار. لما يكون في علاقة جيدة بينهم
هتشجع بين الكوبريشن والانوفيشن. طيب يجب على العاملين تجنب الرشوة والهدايا، والمقارنة بين الرشوة والهدايا مهمة مهمة مهمة. في فرق بين الرشوة وفي فرق بين الهدايا. تمام. يبقى العلاقة لازم تبقى شريفة واضحة، ممنوع رشوة، ممنوع هدية تقيلة. يعني ممكن هدية بسيطة تتقبل، لكن الهدية التقيلة ما هتعتبر رشوة برضه. طب الفرق بينهم، تكون الهدية الرمزية غير الرشوة. يعني الهدية الرمزية مقبولة، لكن الهدية تقيلة فهدي تعتبر رشوة بعينها. تمام. البريبري الرشوة، والكيك باك اللي هي العمولة الغير قانونية، مهمين جدا جدا جدا. عايزك تعمل مقارنة، تعمل مقارنة انت كده، مقارنة بين الرشوة وال بين الرشوة والهدية، لأنهم مهمين. ممكن تجيبها لك تجيبها لك مقارنة في المقالة في الامتحان. تمام. تعالى الرقم 11، الاي تي workers and other professional، يعني العاملين في الاي تي وباقي المحترفين. على فكرة الكلام سهل بس هو محتاج يتحفظ. طيب الولاء المهني هنا بيساعد على حفاظ السمعة. يعني لما يكون عندي ولاء بين العاملين في الاي تي وباقي المحترفين، لما يكون عندي الولاء المهني في الحفاظ على السمعة. طيب يجب الالتزام بمدونات السلوك الأخلاقي. ايه هي مدونات اللي هي اللائحة بتاعتي؟ طيب الولاء المهني مهم. ما ينفعش يعني ما ينفعش مثلا محترف مش شغال في الاي تي يجي يشوه سمعة واحد شغال في الاي تي، يعني تشوه سمعة زميل او تكسر قواعد المهنية. يعني تقعد تخترق النظام. مثلا واحد محترف بس مش شغال في اي تي، واحد محترف شغال في اي تي، فالمحترف ده يروح يعني يخترق او يبوظ له حاجة، يعني اللي هو تكسر قواعد المهنة اللي هي unethical. طيب رقم 12 والقبل الأخيرة الاي تي workers and users، يعني ايه؟ يعني العاملين في الاي تي والمستخدمين. users يعني مستخدمين. يجب فهم احتياجات المستخدمين. انا لازم كاي تي worker لازم اعرف المستخدم عايز ايه ومش عايز ايه. طيب يجب تعزيز الاستخدام الامن والاخلاقي، لازم اوفر له امن وامان. طيب يبقى تفهم المستخدم، تحميه، ما تستغلوش. يعني ايه ما تستغلوش؟ يعني مثلا واحد مش فاهم اضحك عليه؟ لا طبعا، ما تستغلش واحد مش فاهم، دي ببساطة وبكل سهولة. تعالى الرقم 13 ومسك الختام، IT workers and society، العاملين في الاي تي والمجتمع. بص يا عمي، عمل تكنولوجيا المعلومات ليه تأثيرات كبيرة على المجتمع. يعني ممكن يضرك وممكن ينفعك. يعني لازم يمنع الضرر وتقليل المخاطر. طب يعني ايه؟ انا مش فاهم. بص شغلك ممكن، ده شغلك في الاي تي على المجتمع ممكن يحمي ناس وممكن يدمر ناس، فلازم تقلل الضرر ده وتحسب المخاطر بتاعتك، يعني ما تبقاش متهور. طيب التكنولوجيا، قلت لك في الاول المحاضره، التكنولوجيا من غير اخلاق اي كانها سلاح في ايد متخلف او طفل. يعني معلش في اللفظ، كأن في متخلف ليه. التكنولوجيا من غير اخلاق فانت معاك حرفيا كنز، بس انت لو انت طفل انت هتضر بدل ما تحمي الناس هتدمر الناس، بدل ما تقلل الضرر عنهم هتزود الضرر، يعني متناقض. وهنا نكون وصلنا لاخر المحاضره. اللي قلت لك الاكزام فوكس بيركز على الديفينيشن اوف بروفيشنال، قلت لك بيركز لك على تعريف البروفيشنال. الاي تي بروفيشنال كارتيريا مهم جدا. السيفن فورس مهمين جدا. الايثيكال القضيه بتاع الامبلويرز والكلاينتس مهمين جدا جدا جدا. البريبري والجيفت، الرشوه والهديه، مقارنه بينهم مهمه مهمه لازم تعملها. عايزك تعمل المقارنة دي وتكتبها في كشكولك او تكتبها في اي حتة، المهم تكتبها. او تعالى هنا كده اهو، هنا كده اهو، اكتب لي المقارنة دي مهمة مهمة مهمة. طيب بعد كده الاي تي ريسبونسابيلتي سوسايتي، يعني الاي تي انت مسؤوليتك ايه على الاي تي، تحميه، والكلام ده اللي احنا قلناه هنا كده. بس يا سيدي لو كنت وصلت معايا لحد هنا فاحب اقول لك ان انا خلصت لك المحاضرة التالتة بكل تفاصيلها وشرح مبسط. ما عليك انت تسمعني، وبعد ما تسمعني تروح تحفظها انجليش وعربي. انت لو حفظتها عربي اهم حاجه تحفظ المصطلحات اللي قلت لك عليها وتكون ترجمتها معايا. هي اعتقد مش محتاجه ترجمه بس كنت ترجمتها معايا مفترض يعني. وتحفظ مصطلحاتك كويس وتفهم العربي كويس، فاوريدي لما تجيك ام سي كيو او مقالي هتعرف تعبر عنها بكل سهوله. بس لازم تحفظ عشان ما تتسوحش في الامتحان.
بس لو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش لو مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس علشان لما ينزل حاجة توصلك من غير ما ننزل لينكات. بس يا سيدي، سلام.